السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. هنعمل النهاردة قرص جميلة جدا بالعجوة وبالسكر والقرفة، تحفة. كل اللي هياكلها من ايدك هيقولك تسلم ايدك. ايه الجمال ده! عندي في المقادير، شايفين بساطة المقادير: كيلو دقيق، وكوباية سمنة على زيت، 3/4 سمنة والربع زيت، وكوبايتين من اللبن الرايب، ومعلقة من الخميرة، و3 معالق من السكر. بس شايفين سهولة المقادير؟ من سهولتها هتقومي تعمليها يلا الوقت. جبت بقى كده الخميرة وحطيت عليها المية تكون دافية، و3 معالق من السكر. كده بقى ده اول حاجة بنظبط الخميرة كده وهنحطها على جنب، ندوب كده السكر خالص عشان يتفاعل مع الخميرة. بنحطها بقى على جنب كده ونجيب الدقيق بتاعنا، ودي رشة من الملح واقلبها معاه بالشكل ده كده. نقلب الملح مع الدقيق. ودي كوباية السمنة على زيت. ممكن ان انت تعملي كلها سمنة، بس انا حبيت ان انا احطها 3/4 سمنة والربع زيت عشان تبقى خفيفة، ما تبقاش تقيلة زيادة عن اللزوم. وهتطلع برضو جميلة وزي الفل ان شاء الله. حطيت بقى كده السمنة وبدأت ان انا ابسها مع الدقيق بالشكل ده كده. شايفين بقى كده؟ لازم اغلف كل الدقيق بالسمنة بتاعتنا. جميلة اوي الحركة دي كده، ندخل الدقيق كله، السمنة كلها في الدقيق بالشكل ده كده. ليه بقى؟ بتديها طراوة بعد الخبيز بقى، بعد ما تتعمل تلاقي العجينة معاكي هشة وطرية وجميلة. شايفين بقى بالشكل ده كده؟ شايفين كل الدقيق اتغلف بالسمنة وبقى عامل زي حبات الرمل المبلول. في المرحلة دي بقى أبدأ أنزل بالخميرة بتاعتنا، كنا حاطينها بقى على جنب كده، اتفعلت بالشكل ده كده، ونزلت بيها على الدقيق. شايفين ده اللبن الرايب؟ انا لقيته متجبن كده قوي في بعضه، فانا قمت ايه حطاه في الخلاط، اديته ضربه كده بقى ناعم معانا وبالشكل ده كده. ما عندناش لبن رايب، ممكن نستعمل كوبايه زبادي، هتبقى جميله جدا معاها عشان الزبادي تديها طراوه معانا وتبقى طريه. اللبن الرايب بيديها برضك طراوه كده معانا. مش باللبن بس، اللبن هينشفها معانا، انما اللبن الرايب هو اللي بيطريها. لو عندنا بقى اللبن ممكن نحط له معلقه خل ونخليه يروب، وبعدين نستعمله بقى هيبقى جميل جدا بالشكل ده كده. ابدا انزل عليه حبه بحبه كده، مش هنزل عليه كله، وابدا اعجن. ما شاء الله بقى بالشكل ده كده. شايفين اللبن كده اما ضربته اديته ضربه في الخلاط بقى ناعم معانا وجميل. ونعجن بقى كويس جدا. تمام بقى بالشكل ده كده، انزل شويه بشويه عشان العجينه ما تفكش مننا، ننزل شويه بشويه ونعجن. شايفين العجينه ما شاء الله جميله. المكونات بسيطة خالص، يعني بجد بجد هتعجبك ان شاء الله. لو قمتي عملتيها هتعجبك، وان شاء الله المقادير تبقى عندك وتقومي تعمليها وتقولي لي رأيك ايه في التعليقات. العجينة ممكن تعمليها بأي حشوة انت تحبيها، يعني لو عندك جبنة تبقى جميلة برضك بالجبنة، بالعجوة، بالسكر. لو هتعمليها سادة تحفة تحفة تحفة. لو عملتيها سادة بجد هتبقى جميلة وهتعجبك بجد. شايفين بقى العجينة عاملة ازاي؟ عاملة زي الملبن ازاي في ايديا، ما شاء الله عليه. عجينة جميلة ممتازة ممتازة بالشكل ده كده. عجنتها كويس جدا وحطيت عليها كيس التلاجة ده كده، وحطيت عليها الفوطة وهسيبها حوالي نص ساعة تخمر. بعد نص ساعة كده بالشكل ده خمرت اهي. شايفين عاملة ازاي؟ طرية وجميلة وهشة وتحفة ما شاء الله. ابدأ ان انا بقى ايه اكورها بالشكل ده كده على قد ايه، يعني قد القرصة كده بتاعتنا، قد البيضة، الحجم اللي تحبيه. بس الحجم ده حلو قوي، المقاس ده. بس الطريقة بقى بتاعة التقريص يعني ايه، تشوفيني وانا بعملها كده عشان هو مش عايزة كلام، انت تشوفيها كويس. شوفي بس كده، بندخل العجينة لجوه ونلمها ونلم ونلم ونعملها على شكل كور.
ليه بقى؟ دي بتديها هشاشة من جوه وتبقى جميلة كده وطرية من جوه. ان احنا ندخل كده العجين جواها بالشكل ده كده، ندخلي كده تدخلي وبعدين تلميها على شكل الكورة كده اهي، شايفين؟ بتبقى بقى من جوه مفتحة وجميلة. هخلص بقى كل الكمية بتاعت العجين وهقرصه بقى كله بالشكل ده كده اهو، وحطيت عليه الكيس وهسيبه برضو يخمر شوية واغطيه بالفوطة طبعا. وبرضو سبته حوالي 10 دقايق كده يخمر. على طبعا ما حضرت العجوة وحضرت الحشوة اللي هحطه فيها. كان عندي هنا ده عجوة تمر، ده تمر انا عملته يعني كان باقي من رمضان. حطيت عليه نص كوباية مية كده وحطيته على النار لما فك معانا وبقى طري بالشكل ده كده. شايفين بقى؟ وكورته، عجنته كده بمعلقة سمنة وشوية سمسم. شايفين برضو ان انا بفرد العجوة في قلب القرصة بالشكل ده كده عشان اما تيجي تفتحيها تلاقي العجوة مالية القرصة كلها. شايفين بقى كده؟ مش ان انت تعمليها تحطيها على شكل كورة كده وما تتفردش كويس، لا، ان احنا نبططها، خليها متبططة كده بتبقى جميلة ومفرودة في القرصة كلها. ونظبط بقى كده شكل القرصة بتاعتنا بالشكل ده كده، وبحطه بقى ايه في الصينية. وده حشوة القرفة بالسكر، جميل جدا، انا بحبها عن العجوة كمان. شايفين؟ شوفوا معايا كمان واحدة كده وانا بعملها. ببطط العجوة بالشكل ده كده، شايفين؟ تبقى مفرودة في القرصة كلها. وببدأ اجيب العجين المه عليها بالشكل ده كده، تبقى العجوة كلها مالية القرصة. وبنلمها برضك على شكل بقجة كده اهي، تمام. ونقفلها بقى كويس عشان طبعا الحشو بتاعنا ما يطلعش منها. وببططها بقى على شكل ايه القرصة بالشكل ده كده. ما اخدش مننا 10 دقايق التشكيل ده والله، والعجين نص ساعة والخبيز نص ساعة. في ثواني هتعملي احلى قرص في ساعة. بديها كده ايه سكينة حامية كده ونديها شرطتين تدي شكل حلو. وطبعا الشروط دي اما بتتخبز بقى وتشوف القرصة وهي مخبوزة تلاقيها مفتحة وشكلها جميل جدا، عاطية شكل حلو للقرصة بالشكل ده كده. خلصت كل الصينية ده بس اللي هما بالعجوة، عملت دول كده الشكل ده بالعجوة على قد ايه القطعة العجوة اللي كانت عندي. بدأت هنا بقى عملت القرصة دي معلقة سكر ومعلقة مية ودوبتها بالشكل ده كده، وده سمسم وده القرفة بالسكر. ببطط برضو كده العجينة بالشكل ده كده واحط فيها معلقة السكر بالقرفة وبلم العجينة تاني. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ ما شاء الله تحفة. ببططها بقى بالشكل ده كده. وعندنا بفرشة كده بسيطة خالص بنجيب ايه بنسمها كده بمعلقة السكر بالمية وبحط عليها شوية السمسم. جميلة جميلة جدا ما شاء الله، لو جربتيها هتعجبك ان شاء الله. بسيبهم برضك حوالي يعني ده بعد ما خلصتها اهو كله، وده القرفة بالسمسم. بسيبها كده حوالي 10 دقايق تخمر، يعني مش ان احنا شكلناها نحطها على طول نخبزها، لا، بسيبها تخمر شوية وبعدين ادخلها في الفرن. كده هي في الفرن اهو، وانا بوريكم ان هي مرفوعة شوية في الصاج الفوقاني، مش ان هي لازقة خالص للنار. طلعت بقى بالشكل الجميل ده. حطيتها على درجة حرارة 200 او 220 بالشكل الجميل ده كده. تحفة تحفة ما شاء الله عليها، كان ريحتها قلب الدنيا. شايفين بقى الشروط اللي بقولكوا عليها متفتحة وعاطية شكل حلو للقرصة ازاي؟ شايفين ما شاء الله عليها شكلها جميل، والتسوية بتاعتها ممتازة ممتازة جدا. انا راضية عن تسويتها، يعني ما اقولكوش طعمها وريحتها وشكلها حاجة فخمة من الاخر. ده كده حابة احطها في طبق التقديم كده عشان تشوفوه معانا. شايفين الشروط دي تحفة، عاطية شكل جميل قوي للقرصة.
بسم الله ما شاء الله، ما خدش مننا اي وقت. هوريكم كده، افتح لكم قرصة كده وتشوفوها من جوه عاملة ازاي. شايفين تسويتها من تحت؟ شايفين الطراوة بتاعتها؟ طرية جدا. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى العجوة ماسكة القرصة من اولها لاخرها؟ شايفين كلها اهي خالص العجوة ملياها ازاي؟ ايوه. بالشكل ده كده. هي ده بقى اللي انا بقول لكم، ان احنا نفرد العجوة فيها ونلمها عليها، تبقى مفرودة وجميلة. شايفين دي التانية هي اللي بالقرفة والسكر، برضك مفرودة عليه فيها ازاي بالشكل ده ازاي. جميلة جدا وطرية وما خدتش معانا اي وقت. يلا قومي كده تشجعي وما تحتاريش كل يوم هنفطر ايه، على طول هتقومي تجيبي القرصتين وتعملي احلى كوباية شاي او شاي بلبن وتفطري انت وولادك. بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة جدا يعني. ما شاء الله. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.